يا صباح الخير او مساء الخير في وقت ما بتشوفوني، وحشتوني جدا جدا جدا. تعالوا بقى النهارده هعمل معاكم اكلة سمك من اللي قلبكم يحبها. بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت نعمل لايك للفيديو، ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو للبيج. تعالوا يلا نبدأ. هعمل معاكم اكلة سمك خطيرة. اللي احنا بنعملها دي يا ولاد، دي التتبيلة اللي احنا هنعمل بيها كل اكلة السمك. معانا راس توم كبيرة، ومعانا 3 بصلات حلوين، و3 قرون فلفل اخضر حلوين، وقرن فلفل حراق، ومعانا حبتين من الطماطم، ونزلنا عليهم ببهارات سمك، ومعلقة ملح كبيرة، ونزلنا عليهم بنص معلقة من الفلفل. وهننزل بقى بسر الخلطة بتاعتنا دي، وهي بودرة الزعفران، ونزلنا بشوية زيت، وهننزل كمان بشوية خل زي ما انتوا شايفين، وليمون. الليمون اللي معايا ده الليمون الكبير اللي هو الحامض، بيتسمى الحامض في دول الخليج يعني. تمام. هننزل كده بالليمونة الكبيرة دي كلها، وهنضرب كل دي هي البيز بتاع كل أكلة السمك بتاعتنا. هو ده الخلطة اللي هنعمل بيها كل حاجة النهاردة. زي ما انتوا شايفين كده، احنا كمان هنزود، يعني انا زودت كمان طماطم علشان الكمية كبيرة، لان انا كنت بعمل كمية كبيرة. وتعالوا بقى نعمل بقى ايه السنجاري الخطير بتاعنا. ده بوري، جبته ونضفته وفتحته من الظهر، وحطيته في ورق فويل كده، علشان ده هو هيبقى الكفرج بتاع السنجاري ده، اللي هيبقى محطوط في السنجاري زي القارب كده. ده كل المطاعم بيعملوه كده يا جماعة، يعني حتى لما بتطلبوا اوردرات بيجيلكم نفس الشكل ده بالظبط. وانا عامله لكم التتبيله اللي يعتبر كل مطاعم الاسماك بتعملها. السنجارية دي بقى، البورية دي كانت من نصيب انا. كان فيها بطارخ كده، فسبتها كده بحالها، نضفتها وسبت البطارخ برضو لازقه فيها. هننزل بقى بالتتبيله كده. التتبيله بتاعتنا ما تكونش كتير يا ولاد، يعني تكون حاجه بسيطه كده، علشان تطعم السمك، وفي نفس الوقت يعني تدوقوا طعم لحم السمك. فاهمين؟ زي ما انتوا شايفين كده. انا زودت لهم برضو شويه شبت وكزبره بساط خالص. ده الجمبري البتر فلاي، بنجيبه وبنفتحه من الظهر، وبنشيل منه السلسله الرمليه، ونزلت عليه بشويه من الخلطه برضو كده. ده الخلطه اللي احنا عملناها دي هي البيز بتاع كل اكله السمك النهارده. فيعني ايه اعذروني بقى. كل أكلة السمك، حتى السمك المقلي حطينا منه في التتبيلة، بس أنا زودت للسمك المقلي كمان شوية ملح كده على الوش بعد ما تبلته، علشان ان هو يديله تطعيمه اكتر. فاهمين؟ وعصرت عليه ليمون كمان. وتبلت ما بين اللحم وبعضه، لان انا بشرحه كده. وطبعا لازم واحنا بنشتغل يا جماعة، علشان الزعفران بيدي لون كده في الايد، فلازم ان احنا نعمل. تعالوا بقى نعمل الرز بتاعنا. نزلنا بمكعب زبدة كبير، وعليه شوية زيت علشان الزبدة ما تتحرقش، ونزلنا ببصلاية كبيرة علشان العدد كبير. دي كانت عزومة يا جماعة، دي كانت عزومة. وهننزل بقى بالجمبري، بننضفه ونسيب الديل زي ما انتوا شايفين كده، علشان ان هو يدي شيب للجمبرية حلو جوه الرز، لان الجمبري اصلا بطبعه بيتكور كده، فالديل بيدي طول كده للجمبرية. هننزل كده ببهارات الخلطة بتاعة الرز المبهر، او خلطة الكبسة زي ما انتوا عارفينها. وهننزل كمان ببودرة الزعفران، وهننزل كمان بمعلقة من الكركم، وهننزل بمعلقة كبيرة من الملح، ونص معلقة كبيرة من الفلفل. وهننزل كمان بالخل. الخل يا جماعة بيخلي الرز البسمتي مفلفل جدا 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 زي ما انتوا شايفين كده. وهنظبط المية بتاعتها. انا على فكرة ما بحطش مية سخنة خالص، بحط مية عادية. تعالوا بقى نشوف الرز بعد ما خلص معانا، زي ما انتوا شايفين كده مفلفل وحلو. تعالوا بقى نعمل الطواجن بتاعة الجمبري بالبطاطس. طاجن الجمبري بالبطاطس تاكلوه من ايديا
احلى من احلى مطعم جربته في طاجن الجمبري بالبطاطس يا جماعه. جبنا شرايح بصل وشرايح فلفل اخضر، تمام، ومكعب زبده في كل طاجن، ونزلنا بالبطاطس، كنت مقطعاها شرايح صغيره، تمام، شرايح رفيعه، ونزلت كمان بعصير الطماطم، وهنزل بمعلقه صغيره من الملح، وهحط بهارات السمك ونص معلقه من الفلفل، وبس كده. وتعالوا بقى ننزل بالجمبري زي ما انتم شايفين. الجمبري ده احنا منضفينه بقى كله خالص من غير لا ديل ولا اي حاجه، وشايلين السلسله الرمليه ومنضفينه خالص يعني. هننزل كده بالجمبري زي ما انتم شايفين، وهنسيبه وهنغطيه بورق فويل ياخد غلوه كده، وهندخله الفرن. انا ما وردتش النتيجه النهائيه علشان كان وقت عزومه وكنا ملبوخين خالص بجد والله يا جماعه. في حاجات صورتها وحاجات ما صورتهاش، بس انا وريتكم الطريقه والخطوات كلها، يعني هي الخطوه الاخيره ان انتوا تشوفوه في الاخر. بس نسيت اقول لكم ان احنا بعد ما وهو بيغلي كده بننزل برشه من الشبت والكزبره، وهنغطي عليهم. تعالوا بقى نعمل شوربه البحر. نزلت بمكعب زبدة كبير، هو كل الحاجات اللي انا عملتها بالزبدة يا جماعة. نزلت بمكعب من الزبدة، ونزلت بطبق من شوربة البحر، شوربة السي فود. طبعا انتوا عارفين محتوياتها: كابوريا وصبيط وفيليه وبقلاويز وجمبري، تمام. تعالوا بقى للجمبري اللي احنا هنعمله المكمور ده. نزلنا عليه بشوية من الخلطة برضو، وطبعا شوربة البحر حطيت فيها شوية من الخلطة، ونزلت ببصل وفلفل. طبعا كنا زودنا مية لشوربة البحر، ونزلت بعلبة من الكريمة وسبتهم يغلوا كده 5 دقايق، ونزلت عليهم بشوية من الشبت والكزبرة. تعالوا بقى للجمبري البتر فلاي اللي احنا تبلناه مع بعض. هنعمل ايه؟ هنفتحه كده وهننزل. احنا طبعا حاطين في المقلاية زبدة مع شوية زيت، تمام، علشان الزبدة ما تتحرقش. ونزلنا كده بالجمبري زي ما انتم شايفين. هنرصه كده على وشه، تمام. هو يدوبك من على الوش بس، يدوبك هياخد بس تشويحة كده من على الوش. وتعالوا بقى نعمل صوص الباتر فلاي. نزلت بمكعب كبير من الزبدة، 100 جرام ولا حاجة، او لا 50 جرام، ونزلت بشوية زيت صغيرين بس، ونزلت بشوية شبت وكزبرة ده، ونزلت كمان بعصير 3 ليمونات، ونزلت بشوية من كريمة الطهي، وهنقلب كويس جدا. ونزلت عليهم بنص معلقة من الملح ونص معلقة من الفلفل، وبس كده. تعالوا بقى نشوفوا زي ما انتم شايفين قمر، وكان طعمه حكاية. وادي السنجاري بعد ما خلص معانا. اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وفولو للبيج، وباي باي.